النقيب حيدر أبو العباس السوداني، إذا تعتزل التمثيل إلك الحق. شكرا كفيت ووفيت. النقيب مسلسل من إخراج صاحب التجربة وتاب الصقر وتأليف المتحدث بلسان الشارع الكاتب جعفر تايه وغرفة كتابته، اللي قال لي إنه العمل مكتوب قبل 5 سنوات وهالفترة كان بطور الاختمار. النقيب يتناول الشهيد حارث السوداني، أهم جاسوس عسكري حسب ما وصفته CIA ب 2016 بعد ما تسلل داخل التنظيم التكفيري باسم أبو صهيب وأحبط عمليات التنظيم داخل بغداد وكربلاء وبقية المحافظات. شبيه حارث السوداني الأول والأربعين هو الممثل حيدر أبو العباس، اللي وعدني بمكالمة هاتفية قبل كم شهر أنه هو بيطور شيء للتاريخ عموما وللعراق خصوصا، بعد ما زار عائلة الشهيد أكثر من مرة وجلس مع أخوه وزملاء الضباط حتى يتلبس بالشخصية، وكان قد الوعد. مدير تصوير النقيب هو الجزائري رمزي بوسرية، اللي عنده تجارب سابقة مثل فضاء داخلي من إخراج ستار الحربي عراقيا وقلوب من ماء وليالي الشمال عربيا بمساعدة القفر سجاد عامر. كررت كثير مساعد مخرج أول ومهند حكيم كمساعد مخرج ومخرج راكور، اللي عنده تجارب وهواية مع الإعلام الأمني، والشاب نور الأحمد الممثل ومساعد المخرج، وذولا ثلاثتهم شفتهم باللوكيشن وشفت تعبهم بعين. اختيار الممثلين كان ركيزة نجاح أساسية، اللي يشوف تحرير الأسدي يقول هذا ضابط ومفرغيه للمسلسل، ويوسف صدام أثار إعجابي للمرة الثانية لأن الأولى كانت بلم شمل من إخراج علي فاضل. عواطف السلمان لا تعليم. أما سامر دشر حصة الأسد. سامر تقرب لي، بيني وبينك انت كنت وياهم قبل؟ ايش هالحرفنة؟ مسلسل النقيب حديث الشارع العراقي، وهذا شيء نادر بصراحة. أصعب الأعمال هي الأعمال اللي تعرف نهايتها وتبقى تتابعها لآخر حلقة. العربية والحدث غصباً تناولت النقيب بتقاريرها برغم ما يناسب توجهاتهم. من الهفوات المقصودة بالعمل هي أول حلقة بالمسلسل، بحيث يبدي العمل وإحنا نشوف النقيب متجند داخل التنظيم وعنده تواصل عالي جداً مع خلية الاستخبارات، وبديهي أن المتلقي ما يعرف شلون دخل وتوغل وكسب ثقتهم، ولا ما كان اسمه ضابط استخبارات. بسبب المسلسل الحكومة شيدت تمثال للنقيب حارث السوداني، بسبب المسلسل سمت شارع ببغداد باسمه، بسبب المسلسل زيارات العسكر والمدنيين لبيوت حارث عادت بعد سنوات عديدة على استشهاده. بالنهاية شكرا كبيرا لكادر العمل، شكرا لأهم جندي كواليس بالعمل مدير الإنتاج أحمد الملا. السنة القادمة نريد أعمال أكثر عن شهدائنا بدون هفوات بالأعمال العراقية عموما، راح أتغاضى عنها. شوفوا خلينا نتفق على شغلة، مصر مو أحسن من عندنا حتى تسوي الاختيار.